اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة بيتك أحلى مع سمسمة؟ يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد، وكل اللي بيشاهد الفيديو الآن يضغط لي لايك يا جماعة. هو بصي ضغطة زر، لكن أنا بجد ببقى سعيدة به جدا. فان شاء الله هقدم لكم النهارده وصفه حلوه قوي للرز بلبن، جميله وسهله وبسيطه جدا. وازاي هنعمل طواجن مع بعض. بصي طاجن الرز بلبن جميل جدا، والكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها انا مكلفاني حوالي 25 جنيه. يعني بصوا نتيجة مجزية وأفضل من المحلات كتير، ما شاء الله نتيجة هتعجبكم جدا. ويلا نشوف الوصفة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كيلو ونص لبن. لبن بخيره، لبن حلو قوي. اللبن ده انا لما بيكون بجيبه بروح بشيل من على وشه قشطه كتير كده، فانا عشان هعمل رز بلبن ما شيلتش القشطه من على الوش. ومعايا كوبايه رز كبيره، يعني كوبايه مثلا تجيلها ربع كيلو او 300 جرام رز للكيلو ونص لبن. خلاص، المكسرات اللي عندك كلها تنفع حلوة للتزيين يعني. انا هنا المتاح عندي زبيب، ومعايا جوز الهند دي المبشورة، ومعايا معلقتين كبار نشا، ومعايا كيسين فانيليا، وكيس سكر، كيلو سكر، والسكر طبعا تبع الحاجة. دلوقتي هغسل الرز بتاعي كويس قوي قوي قوي، ونشوف هنسلق الرز ازاي. وانا هنا غسلت الرز كويس قوي. بصوا الرز المية بتاعته بيضة وجميلة اهي خالص، يعني شفافة، يعني المية جميلة. انا غسلته كويس جدا، خصوصا ان هو كمان رز بلدي فبيطلع عقارة كده في المية وعفارة كتير. الكيلو لبن له ربع كيلو رز. كيلو لبن قصاده ربع كيلو رز، ومعلقة نشا كبيرة. خلاص احنا معانا كيلو ونص، فانا حطيت 350 جرام رز. غسلتهم كويس وهسيبهم يتسلقوا كده معايا، وهنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا انا هنا جهزت الطواجن بتاعتي اهي اللي هدخلها الفرن. طواجن زي المحلات كده ان شاء الله وتطلع احسن كمان. وغسلت الاطباق بتاعتي. بصوا ما شاء الله، بصوا يعني انا عندي امل ان شاء الله الكميه دي كلها هتتملي يعني ان شاء الله. انا غسلتهم وجهزتهم، وتعالوا بقى نشوف الرز زمانه استوى خالص. بسم الله، ادي الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. بصوا الرز استوى ما شاء الله ما شاء الله، وبقى جميل جدا. دلوقتي هعمل ايه؟ انا هنزل بنص كميه جوز الهند. لو انت مش عايزه تقومي بالخطوه دي بلاش، يعني اكتفي بان انت تشكليه بس من على الوش. انا بحب جوز الهند في قلب الرز، بتديله طعم جميل قوي. تمام. ودلوقتي هنزل بالرز بتاعي السكر كله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده، وهقلب. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي شويه اللبن دول نقلب فيهم الايه النشا. بسم الله. بصوا ذره الملح دي ذره ملح اهي. دلوقتي بقى هجيب كيسين الفانيليا بتوعي. بسم الله، وهنزل بيها. وادي الكيس التاني. طبعا جوز الهند اصلا بتبقى ريحتها قويه جدا، فهي بس انا حبيت برضو اضيف الفانيليا. وهقلب فيه بقى عشان خاطر ما يلزقش من تحت، ما يشطش لحد ما يتقل معايا. انا نسيت احط النشا. يلا نحط النشا. وهنا النشا اهو. بصوا
انا كده دوبته في كوبايه لبن. لو مفيش لبن دوبيه في كوبايه ميه. بصي انزلي بقى بالراحه، يعني سرسوب صغنن كده، حاجه بسيطه كده، ما تنزليش بالنشا بتاعك مره واحده. بصي حاجه بسيطه طبعا وانتي بتقلبي، حاجه بسيطه مع التقليب. خلاص النشا كده ينزل بالراحه، سرسوب صغنن كده مع التقليب. خلاص انا خلصت الكميه اهو. انا هقلب فيه بس عشان ما يلزقش في الحله بتاعتي من تحت، عشان السكر طبعا بيساعد ان هو يلزق. وخلاص كده الرز معانا استوى ما شاء الله. بصوا تقل معانا وجميل ما شاء الله. خلاص كده انا هطفي عليه الولعه. وهبدا اغرف في الطواجن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا كده خلصت غرف الاطباق اهي. بسم الله ما شاء الله. جميله معانا ما شاء الله. بصوا عملت كيلو ونص، عمل لنا كميه حلوه قوي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله جميله. انا الطواجن ديت هوريكم انا دلوقتي هعمل فيها ايه. دلوقتي بقى هعمل ايه في الطواجن. انا ولعت الشوايه بتاعتي، وده معلقه سمنه بلدي انا سيحتها اهو. بصوا معلقه سمنه بلدي. هعمل ايه؟ بسم الله. بسم الله. على وش الطواجن بتاعتي كده. دلوقتي بقى هشيله وهدخله الفرن وهوريلكم بعد ما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. ودلوقتي بقى على ما الطواجن بتاعتنا تخرج من الفرن هيكون انا زينت الاطباق بتاعتي بجوز الهند. بسم الله. كل طبق كده حاجه بسيطه. انا كده كده حاطه فيه جوز الهند من جوه، يعني بيدوه شكل جمالي مش اكتر، وطعمه برضو بيبقى جميل. وهنا كده انا خلصت جوزة الهند. جوزة الهند دي اختياري، لو مش حباها ما تحطهاش. انت عايزه تزيني بالحاجه اللي انت عايزه تزينيها. فول سوداني جميل، مكسرات، فستق، بندق، جوزة الهند، اللي انتوا عايزينه يعني ماشي. انا هنا هحط برضو الزبيب اهو، هزينها كده. كل طبق كده عليه 1 2 3 زبيب كده يديله شكل جمالي. وبرضو الزبيب حلو ومفيد جدا على فكرة. خلاص كده انا كملت تزيين الاطباق اهوت، وكده يعتبر انا خلاص على التقديم. بس لسه الطواجن بتاعتي في قلب الفرن، هستناها وارجع لكم تاني. بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله. طلع معانا الله جميل جدا وريحته شهية جدا ما شاء الله ما شاء الله. جميل بجد. احلى رز بلبن واحلى طاجن رز بلبن. بصوا جميل جدا. بصوا حبيب قلبي، لو احنا بصينا للتكلفة، انا جبت كيلو ونص لبن ب15 جنيه، الكيلو ب10. تمام. لبن فلاحي. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا عمل لي كمية قد ايه. وكيلو الرز قولوا ب7، يعني انا خدت اقل من نص كيلو رز، يعني 350 جرام. يعني مثلا قولوا خدت ب3 جنيه رز. تمام. خدت ب3 جنيه رز و15 يعني كده 18. وزبيب وجوز الهند يعني قولوا ب5 جنيه. يبقى كده 23 جنيه. وكيس سكر مثلا بايه، ب7 ولا ب8؟ انا بجيبه في التموين يعني فمش عارفه سعره. يعني بصوا كلها تكاليف بسيطه وحاجه جميله وعملتها في البيت. بصي احلى طاجن اهو. انت لو اشتريتي ده من المحل شوفي انت هتشتري بايه، وكفايه ان انت عاملاه في البيت بخامات جميله وانت اللي عاملاه في البيت ما شاء الله ما شاء الله. يعني حاجات ما تتجاوزتش ال25 جنيه. بصوا كميه جميله ازاي ما شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. وان عجبكم الفيديو حبيب قلبي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك كتير للفيديو.
ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.